على اساس يستقبلوني. انا الحمد لله الحمد لله متحمله علاجي من اول ثانيه لاخر ثانيه. الحمد لله ما احتجتش لاي حد ولا لاي حاجه ولا لاي مؤسسه ولا حاجه خالص. انا الحمد لله اتعالجت بنفسي في المستشفيات، دفعت ربنا الحمد لله بفضله ان هو سترني وساترني، ودفعت طبعا فلوسي وكل حاجه الحمد لله رب العالمين. نشوى مصطفى طبعا كلمني كتير ودعيت لي لما كانت في الكعبه، بس مش عارفه اقول لك مين انا ولا مين عايز والله. تخص كلمه لامك ولبنتك. بنتي اتخضت قوي عليا حبيبتي، قعدت يومين عياط كامل يعني. امي ربنا يحفظها ست قويه ويمكن انا واخده جزء من القوه منها. ويمكن دايما كنت بضغط على نفسي عشان احاول ان انا ابقى عند حسن ظنها وتبقى فخوره بيا يعني. بس يعني ربنا يخليهم ليا هما الاثنين، وبحبهم جدا وحقيقي بحب كل الناس يعني. حقيقي حقيقي والله المرض ده فرق معايا قوي للاحسن. اللي انت هتعملي ايه يا سيد هتعملي ايه في رمضان؟ هتعملي ايه في رمضان؟ هعمل ايه؟ هعمل اللي بعمله كل سنه. متابعه ولا في عمل لا هتعمليه ما ولا؟ عنديش طبعا حاجه اشتغل ازاي وانا معوجه كده واخده خبطه في في الرفرف. انا اتنمر على نفسي، مش مستنيه حد يتنمر عليا. رمضان طبعا يعني زي العاده يعني هبقى في البيت. متابعه بس انا مش متابعه لمسلسلات كتير بصراحه. انا بحس ان رمضان الاحسن ان احنا نستغله في العباده وفي زياره العائلات، وانا شخصيا بتفرج على المسلسلات بقى بعد رمضان. بشكرك على هذا اللقاء وشكرا ان انت يعني بجد ان انت طلعتي وبقيتي عندك قوه. في ناس كتير بتمر بالظروف ديت ما بتعملش نص اللي انت عملتيه ده يعني. انا مش حاسه ان انتوا محسساني ان انا قويه زياده. شيرين عبد الوهاب كلمه شيرين عبد الوهاب في الواقع الصحيه اللي هي بتاعها. محدش هيساعدك الا انتي. محدش هيقف جنبك الا انتي. محدش هياخد لك قرار، انتي اللي لازم تاخدي قرار انك تبقي تاني شيرين. اولا الانسانه والام والفنانه. بس حتى علشان خاطر بناتك محتاجين لك قبل اي حد، قبل الجمهور، قبل اي حد. ابقي قويه عشان بناتك وعشان نفسك، ثم طبعا علشان جمهورك. احنا لسه معدين 25 يناير، تقولي ايه للزعيم عبد الفتاح السيسي؟ هقول له اقسم بالله العلي العظيم انا بحب سياده الرئيس من قلبي، لاني حقيقي شايفه فرق، حقيقي عارفه ان الراجل ده بيشتغل من قلبه قوي. وانا حاسه ان لو في كتير منه في الوزارات كنا هنبقى في حته تانية. لو في ناس عندها نفس اصراره ونفس يعني رغبته ان مصر تبقى في حته تانية، كنا فعلا هنبقى في حته تانية. بس في الاخر برضو يعني احنا كنا في كارثه كبيره. ان احنا نبقى في الحاله دي دلوقتي، فالحمد لله احنا في نعمه. وانا لما تعبت حسيت قد ايه نعم احنا عندنا مش حاسين بيها. على فكره الامان، والله احساس الامان ده في حد ذاته نعمه. لقاء سعيدان، انا بشكرك، تحياتي كل التحيه. شكرا لكم يا شباب.